السلام عليكم، اهلا بيكم يا ابطال ثالثه ثانوي. الفيديو ده مخصوص ليكم. انا سلمى، طالبه في ثالثه ثانوي، يعني لسه كنت مكانكم من سنه بالظبط. وحاسه كويس قوي انتوا بتحسوا بايه دلوقتي. لو انتوا حاسين انتوا متاخرين او مش عارفين تبداوا تلموا منهج او كل حاجه دخلت في بعض قبل الامتحانات، الفيديو ده معمول علشانكم. هشارككم خطه كامله تلموا بيها على المنهج كامل على مدار 3 اسابيع بس. 3 اسابيع بس هتلموا بيها المنهج كامل ان شاء الله. طيب الخطه عباره عن ايه بقى؟ بسم الله كده. انا قسمت لكم المنهج بناء على محاضرات، لان انا مش فاكره قوي الدروس كانت عامله ازاي، وبصراحه انا ما عنديش وقت كبير قوي ان انا يعني ارتب الدروس وكده. فانا قسمته على المحاضرات، هيبقى اوفر لكم وهيبقى احسن لكم، واللي ما بدأش خالص هيستفيد جدا من الموضوع دوت. وكل ده طبعا عشان خاطر المتابعه بتاعتي حبيبتي اللي طلبت مني الفيديو ده. طيب عندنا انا قسمت المنهج محاضرات وقلت لكم تسمعوا مين وكل محاضره تسمعوها امتى. طيب هنسمع مين الاول؟ احنا عندنا مواد عربي وانجليزي وفيزياء وكيمياء واحياء ورياضه. هنسمع في العربي مستر عبد الله الشهاوي. عايزه اقول لكم نقسم المنهج كله في 8 محاضرات بس. منهج العربي كامل في 8 محاضرات بس، والمحاضره ما بتعديش الساعه وربع، يعني بجد حاجه جميله جدا. والانجليزي ما لقيتش الا دكتور عمر هو اللي منزل المنهج كامل على 12 محاضره، اليونت واحده بمحاضرتين، والفيديوهات كلها كل دول فيديوهاتهم مش طويله خالص، اقصى حاجه ممكن تلاقوها ساعتين. الفيزياء عندنا قناه اسمها اينشتاين في الفيزياء، منزل المنهج كامل في 10 محاضرات. والكيمياء عندنا مستر عمرو الصيفي ومنزل منهج كامل في 9 محاضرات، وبالتالي لسه كمان بينزل، فلو في محاضره كمان باخدها في الاسبوع الرابع. واحياء دكتور محمد ايمن ومنزلهم في 7 محاضرات. الرياضه بقى انا يعني مش فاكره حاجه في الرياضه، ان انا علمي علوم، بس الجبر بس في جبر وتفاضل وديناميكا. لقيت مستر لطفي زهران منزل المنهج كامل، وكلهم الجبر في 9 محاضرات وديناميكا في 9، والتفاضل في 5. فمش عارفه انتوا عندكم حاجه تانية غير الجبر والتفاضل والديناميكا ولا لا، بس ده اللي لقيته عند مستر لطفي زهران. طيب هنمشي بنظام ايه؟ هنمشي بنظام ان يوم الحد والاربع والجمعه هناخد العربي وكيمياء، يعني 3 ايام. لو انتوا بتشوفوا الفيديو يوم الاربع، انا عملت الفيديو على اساس ان انا هنزله قبل يوم الاربع، بس للاسف انا نزلته النهارده. فلو انتوا حاسين بلخبطه، ابداوا بس من اليوم اللي بتسمعوا فيه، ابداوا على طول، هما كده 3 اسابيع. بس انا هفهمكم الفكره. انا خليت 3 ايام مادتين العربي والكيمياء، ويومين لماده الانجليزي والاحياء، ويوم لسبت وتلات في فيزياء، والرياضه هتبقى كل يوم. معلش هو تقيل، بس 3 اسابيع دي يعني انا عارفه ان باقي على امتحانكم شهر واحد، فانا حاولت انجز الوقت على قد ما اقدر، ومحاضرات بسيطه ومش طويله، فشدوا حيلكم كده، وهتبقى رياضه كل يوم. تمام. ده الجدول معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. في عندنا اهوت اسبوع الاول، اسبوع تاني، اسبوع تالت. هتلاقوا الجدول ده على جروب التليجرام. تمام. عندنا اهوت كل يوم جبر ويوم تفاضل، يوم جبر ويوم تفاضل، يوم جبر ويوم تفاضل، وعندنا اخر يوم في الاسبوع ديناميكا، وهكذا. تمام، لحد ما في الاخر ما بنخلصهم ان شاء الله. شوفوا، هنبص على الاسبوع الاول وكذلك الاسبوع التاني والتالت. التالت مثلا ممكن يكون فيه بس شويه تغييرات، ولكن الاسبوع ماشي كده. اول يوم الاربع 23/4. اي وقت بتسمعوا فيديو ابدأوا على طول، مش لازم 23/4، مش لازم يوم الاربع، لان انا نزلت متاخر. هناخد عربي المحاضره الاولى، تمام، ومحاضره كيمياء المحاضره الاولى كيمياء، ومحاضره الاولى عربي. بس هتاخد محاضره ومحاضره بس. تاني يوم هتاخد محاضرتين انجليزي، عشان تلم يونت كامله في يوم، محاضرتين انجليزي، وتحاولوا تلموا الكلمات على قد ما تقدروا كده، تحفظوهم وتقسموهم على اليوم كامل. تمام. او ممكن تقسموهم على الاسبوع، لان انتوا في الاسبوع بتخلصوا 2 يونت. تمام، فانتوا ممكن تقسموا كلمات الاتنين يونت على الاسبوع كامل. تمام، بس الشرح وكده في يوم هتاخدوا فيه يونت كامله، معاهم محاضره احياء خفيفه كده ومن دكتور محمد ايمن. والجمعه هناخد عربي وكيمياء برضو، والسبت سبت الفيزياء بس، فيزياء وبس، هتاخدوا فيهم محاضرتين فيزياء. طب نحل ايه؟ نحل على قد ما نقدر، يعني في الحل ده بس سماع. طب وحل؟ نحل على قد ما نقدر، يعني ان شاء الله نحل يعني في الدرس الواحد سؤالين بس، مش مشكله، عادي. اهم حاجه نبدا، واهم حاجه تخلص، وما تقلقوش.
وانا عايزه بس دعوه حلوه منكم كده، لان انا في ثالثه ثانوي، وربنا يوفقكم ان شاء الله. وسلام.